سألوني الناس ليه في ناس قاسية، وسألوني كمان ليه في ناس طيبة. احتلت في الأول وقلت أجاوب بهدوء، لقيتني بقول كل قلب له حكاية وكل إنسان له جروح. ما تحكمش عن الناس من شكلها وبس، ده القلب ليه ألف حكاية وإحنا ما نعرفش. ممكن قلبي قاسي وجواه بكاء، وممكن قلبي طيب لسه ما توجعش كفاية. والناس القاسية مش كلها اتولدت قاسية، دي ناس شافت في حياتها أسوأ واتوجعت كتير، وكل وجع ساب جواها أثر، لحد ما بقيت تخاف من كل بشر. حتى لو موقف واحد عدى عليها، ممكن يفضل جواها كأنه 100 حكاية. ما تحكمش عن الناس من شكلها وبس، ده القلب ليه ألف حكاية وإحنا ما نعرفش. ممكن قلب قاسي وجواه بكاء، وممكن قلب طيب لسه ما توجعش كفاية. والناس الطيبة دول لسه قلبهم أخضر، لسه ما شافوش قسوة تخلي القلب يتغير. بيصدقوا بسهولة وبيدوا أمان، ولسه في عينيهم مكان للإنسان. ما عرفوش إن أكتر حاجات وجع إنك تدي قلبك لحد ما يستاهلش. وبين ده وده تلاقي ناس اتغيرت كانت طيبة والحياة قستها، وناس كانت قاسية ولما حبت بجد رجع جواها القلب اللي كان مخبي. عشان كده ما تحكمش على حد إلا لما تعرف إيه اللي عدى عليه. ممكن يبان قاسي وهو أصله مكسور، وممكن تشوفه طيب وهو لسه ما حسش بدور الحياة. في النهاية احنا كلنا بشر، فينا القلب وفينا الأثر، واللي اتوجع مش لازم يوجع، واللي لسه طيب يا ريت يفضل طيب. أجمل ما في الدنيا إنك تتوجع وما تخليش وجعك يخليك قاسي.